كيكة الحليب الساخن من أطيب وألذ أنواع الكيك. مكونات عمل كيك الحليب الساخن: حبتان من البيض، ملعقة صغيرة من الفانيليا، كوب سكر، ربع كوب من الزيت، كوب من الدقيق، رشة ملح، ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، نصف كوب من الحليب، ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير: سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل، وهي كالتالي: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا والزيت ونخفق جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع به الحليب والزبدة ونضعه على نار هادئة حتى يغلي، ثم يسكب مباشرة على خليط الكيكة السابق ونقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ثقيل القوام. نحضر قالب كيك مبطن بورق الزبدة مقاس 20 ونسكب الخليط داخله ونقوم بتوزيعه جيدا. نقوم بتسخين الفرن جيدا، ثم نقوم بوضع القالب لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم بألف هنا. نصائح هامة عند عمل كيكة الحليب الساخن: يفضل نخل المكونات الجافة جيدا قبل الاستخدام. يفضل تسخين الفرن قبل وضع الكيكة ب4 دقائق حتى تصبح ساخنة ويساعد على النضج بشكل سريع. كما يفضل أن تكون جميع المكونات المستخدمة في عمل الكيكة بدرجة حرارة الغرفة. يفضل أن يكون الحليب ساخن حتى تصبح مثل الجاهزة. يفضل غمس عود خشبي في منتصف الكيكة حتى نتأكد من النضج قبل خروجها من الفرن.